ما هو 19 سنة كفاية كده عليه قوي، يعني شكله ادم بقى وانا زهقت منه، وهقطع كل الفرش اللي عليه، وكمان هكسر كل القيمة اللي طالعة البارزة دي اللي كنت متضايقة ومخنوقة منها. هاخدكم في رحلة معايا وتجربة ناجحة جدا بكل الخطوات، وبأبسط من بساطة زي ما متعودين مني، في سلسلة حلقات جاية ورا بعض. تغيير للريسبشن كامل، تغيير للأنتريه كامل، هنغيره خالص، هنخليه حاجة تانية خالص. إلا من كل من يهمه الأمر، اللي عايزة تجدد الأنتريه بتاعها وخلاص زهقت منه، تابعوني في الحلقات اللي جاية بإذن الله، هقدم لكم كل المعلومات الكاملة. وده كده زي ما انتوا شايفين هنا، ده شكل الريسبشن بتاعي، بالديكورات بتاعته عشان تفتكروها قبل وبعد. وهنا شكل الأنتريه بتاعي طبعا هابط خلاص، جرى عليه الزمن كمان، ده انا كنت مجدداه زي ما انتوا شايفين. ودي طريقة حلوة للي حابب، يعني شدة كده لانه ما كانش فيه اي مشاكل. كنت عشان اغير شكله بس من 8 سنين شديت عليه زي ما انتوا شايفين كده قماش بس فقط لا غير. تمام، لكن انا عايزه اغير الشكل الكلاسيكي ده خالص، والحاجات القويمه اللي طالعه دي خالص عايزه برضو اغيرها. هنفور كل ده وهنقلبه حاجه كده نيو كلاسيك زي ما انتوا شايفين. استوحيتها من الحاجات دي شويه. هنغطي كل الشغل البارز، وهنبتدي نشتغل بالماتيريال القطيفه الحلو، بالالوان دي برضو كانت عجباني جدا. استوحيتها منها برضو. هنعمل شوية ديكورات حلوة، شايفين المخطط ده اللي انا نفذته. في الحلقات الجاية ان شاء الله هتبان. والكراسي دي برضو انا عملت شبهها شوية. هوريكم التفاصيل. انا بحاول اجتهد على نفسي عشان اعمل الحاجة بإتقان على قد ما اقدر، هبسط لكم المعلومات على يعني اكمل وجه. يعني واللي حاجة تقع منه ان شاء الله هوضحها لكم. كمان لو وصلت الفيديو معين، شايفين زي ما انتوا شايفين الدراع بتاعي فيه كيرف كده، فاستوحيت او عرفت خلاص انا هعمل ايه في الدراع من شوية الصور اللي يعني اللي بعرضها لكم دي. وكمان الدبابيس اللي انتوا شايفينها دي برضو عجبتني جدا، برضو حطيتها في الحسبان، قلت خلاص هنزل ادور عليها واشتغل. تمام. الحلقة النهاردة مهمة جدا لان هو تأهيل للانتريه بتاعنا. زي ما انتوا شايفين ده الجوبير اللي بيتحط عشان يداري، بيتلزق كده بالشمع، يداري مكان الدبوس او المسمار اللي انا كنت شغاله بيه قبل كده. ابتديت اشيل اهو، ربنا يدي لابني الصحه حبيبي يساعدني. فابتدى يشيل معايا كل الجزء اللي انا كنت عاملاه. ما كانش فيه زمان دباسه عندي، فاشتغلت الشاكوش والمسمار عادي جدا. شلت القطان زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. وكمان خلصت من فوق، وكمان بفك الظهر معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب ليه بنفك الظهر يا ميرا؟ لازم كده نفك الظهر لو عايزه تعملي شغل مظبوط وتمام، عشان الشغل كله اللي هنعمله قدام والجوانب بيرد بقى، بنجيب الزياده وبندبسها لجوه عشان ما تجريش، عشان الشغل يبقى مشدود، ما يبقاش مرتخي كده، وتطمني كمان على ان الانتريه الظهر بتاعك تمام مش واقع يعني اهو. عامه حاله الانتريه كويسه. احتاجت حاجات تترم بسيطة قوي، هتشوفوها وتتابعوها معايا ان شاء الله في الحلقة دي والحلقات اللي جاية. ان شاء الله هعمل لكم حلقات، مجموعة حلقات حلوة جدا جدا، هوصل لكم المعلومة بطرق مبسطة زي ما اتفقنا. وهنا شلت بقى بالمكنسة تراب السنين زي ما بيقولوا، عشان نشتغل على نظافة. وكده الانتريه معايا او الكنبة. هنبتدي نشتغل في الكنبة الاول، وبعد كده نشتغل في الكرسي، عشان دي طريقة وده طريقة، مش عايزة الخبط لكم الدنيا مع بعض. زي ما انتوا شايفين هنا ده فايبر، انا كنت بس ما لعبتش في الظهر، شايفاه كان كويس. لما جيت اجدده حطيت بس في الايدين فايبر، ودبست عليه القماش زي ما انتوا شايفين. تمام. هنا كده بيتشال برضو بكل سهولة اهو الحمد لله. كنا بنتفرج على ايش ايش على فكرة في رمضان كان مسلسل جميل قوي، فقلت اشارككم يعني اللحظة. وبعدين بقى زي ما انتوا شايفين دي القيمة ال- العالية، لا طبعا قلت لازم اشيلها. طيب القولية دي سوري القايمة دي تتركب بلاتش كده في الخشب، فمن ورا هتبصي هتلاقي فيه فرق كده ما بين الخشب اللي تحت والخشب اللي فوق. بصي كده بعينك كده وقربي قوي هتعرفي فين. علمت عشان ابرزها قوي. هي ملزوقة على فكرة، يعني مش بتبقى متمسمرة بقى والكلام ده. فمجرد ما فك كده
زي ما احنا شايفين كده بدقة دقتين بسيطة بالمفك كده هتلاقيها ابتدت تشق واحدة واحدة، امشي معاها واحدة واحدة ان شاء الله. لو تتكي كده وانت ماشية بالطول، بعد كده تتكي تاني من الزاوية، بصوا هتبتدي تتشال. أغلبية الناس اللي متجوزة بقالها حوالي في العمر بتاعي 17 سنة 15 سنة عندها نفس الشغل للأسف يعني. فيعني كانت منقذة طبعا وراحت. فالناس دي اللي هيبقى متهيألي اهتمامها الأكبر بالفيديو بتاعي ده هيساعدهم جدا جدا بإذن الله. الموضوع سهل قوي إن شاء الله. يعني ايد على ايد، لو في البيت عندك اولاد كبيره يساعدوكي، جوزك شويه انت شويه، الدنيا ان شاء الله تمشي وتبقى حلوه. الاسعار دلوقتي بقت عاليه جدا جدا، لتنجيد بيطلبوا فوق ال15,000 جنيه، ده غير الدهان. ده انا كمان هندهنه مع بعض وهوريكم، هيبقى حاجه عظمه قوي. زي ما انتوا شايفين انا قلبت الظهر، طبعا خلاص شلت القيمه من فوق وقلبت الظهر. قلبتها كده على ظهرها. وتعالوا من تحت القاعده، عايزه اطمن على القاعده عامله ازاي قبل ما طبعا هكلف وما زعلش على الشغل يعني. لقيتها ساقطة شوية، جيت ابص من هنا من الجنب على اساس اقدر اشد حاجة، لا مش نافعة. فقلت فكرت في فكريرة. ايه هي بقى؟ بصوا الجنب ده كده كده لازم يتفك عشان نشد القماش، بس مش موضوعنا دلوقتي. قلت الحتة الساقطة دي احاول ارفعها ازاي بقى. نشرنا خشب محمل حلو كده كونتر، بالظبط على قد العرض ده، تمام من هنا لهنا بالظبط. بالمنشار الاركت، ما عندكيش اركت هاتي السحابه هتلاقيه ب50 60 جنيه. علمي وشدي خط وقصي على قد بالظبط. وبعد كده ابتدي بقى دبسيها بالمسمار والشاكوش على اساس ترفع الحته دي، وحشي من جوه كرتون. بس كده الحلقة بتاعتنا خلصت النهاردة. ان شاء الله الحلقة الجاية هوريكم السفنج اللي انا جبته بتاع القاعدة، كثافته ونوعه وبراند اللي هتدوري عليه، لان انا لميت المعلومات قوية جدا عشان اقدم لكم الفيديو ده. ان شاء الله كل المعلومات الكافية والوافية عن السفنج هنقدمها في الحلقة الجاية. وان شاء الله لو هعمل لها فيديو مخصوص، لان الصراحة المعلومات عن المشتريات والسفنج والغيره بالذات والدباسه دي حاجه تانية. دي برضو المشتريات اللي جبتها هقول لكم منين بالاسعار، بايه افضل حاجه تجيبوها. ان شاء الله مش هبخل عليكم باي حاجه، هسهل لكم الدنيا. انا عايزاكم بجد تستفيدوا من السلسله دي لانها مهمه. شجعوني بقى بلايكات كتير، عايزه تعليقاتكم وعايزه افكاركم اللي ممكن اقدر اقدمها في المجموعه بتاعت الحلقات اللي جايه. شكرا كتير، ما تنسوش دعمكم محتاجاه اول الفتره الجايه عشان قناتي ترجع تاني تقوم. سلام.